قبل ما احكي لك عن سانت كاترين، لازم تعرف ان في اماكن ربنا خلقها عشان ما تشافش بسهولة. اماكن لو ما كنتش جاهز ليها هي اللي هتتجاهلك. مدينة كل الطرق اللي بتوصل ليها بتحسسك انك داخل على سر مش مدينة. الجبال واقفة صفين بتبصلك بنظرة. هتستحمل اللي هتشوفه ولا لأ؟ تعال اما احكي لك عن دير سانت كاترين. موجود من 1500 سنة في شجرة العليقة أو العليقة اللي اتقال إن موسى عليه السلام شاف عندها النور. النبات ده مش موجود في أي مكان تاني على الأرض، والأغرب إن أي محاولة لزراعته بره الدير بتفشل، كأن الشجرة مرتبطة بالمكان ومش راضية تسيبه. الدير عنده وثيقة اسمها العهدة المحمدية، وثيقة تاريخية منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتدي للرهبان أمان وحماية. النسخة الأصلية موجودة في اسطنبول، لكن نسخة منها متعلقة جوه الدير لحد النهاردة، سواء كانت مكتوبة في العهد النبوي أو بعده. المؤكد إن العلاقة بين المسلمين ورهبان الدير دايما في سلام. في طريق الصعود لجبل موسى، الموبايلات والبوصلات ساعات بتتلخبط. المجال المغناطيسي حوالين الجبل غريب، بيخلي الإشارة تترعش، كأن الجبل نفسه رافض يبوح بكل أسراره. بس في نقطة معروفة بين البدو: لو صرخت صوتك بيرجع لك بعد ثانيتين. ده مش صدى طبيعي، ده بسبب تكوين صخري غريب بيخلي الصوت يتخزن لحظة وبعدين يرجع لك كأنه بيجاوبك. وما تنساش تشوف قبر فوق الجبل من غير صاحب. محدش يعرف لحد النهاردة من صاحبه. البعض بيقول راهب والبعض بيقول ولي، لكن الحقيقة اتدفنت معاه من مئات السنين. هناك روح المكان ونجومه مختلفين عن أي مكان تاني على سطح الأرض. علماء الفلك بيقولوا إنها بتبان أوضح 8 مرات من أي مكان تاني في مصر. ولما الشمس بتطلع على جبل موسى، المنظر بيخلي الناس يحسوا إن الدنيا كلها اتولدت قدام عينيهم. لحظة صفا وسكون مش هتتكرر تاني في حياتك. سانت كاترين مش مجرد رحلة، دي أرض اتحفظ فيها سر كبير. وفي ليالي معينة البدو بيسموها ليلة التجلي. قمم الجبال بتعكس نور القمر، كأنها مش صخور، كأنها رخام بينور لوحده. لو عجبتك الحلقة قولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هحكي لك حكايات عمرها آلاف السنين لسه لحد دلوقتي أثرها موجود.